لو الدايت بينفع ليه بنرجع نتخن تاني ونرجع لدكتور الدايت تاني ونعيد السايكل تاني؟ الفكره ان الدايت حاجه مش سستينبل، حاجه ما ينفعش نمشي عليها بقيه حياتنا. بنمشي عليها فور ا وايل لو عندنا مثلا فرح اخر الشهر، لو عندنا مناسبه معينه اوكي، بس طول ما علاقتنا بالاكل زي ما هي، طول ما ده البروجرامينج بتاع علاقتنا مع الاكل زي ما هو، هنرجع نتخن تاني او هنرجع للهابتس تاني او الباترنز تاني اللي بتتخنا. فايه الحل؟ الحل ان احنا نفرمط ده. هاي، انا دكتور ايمان، نيوتريشن كوتش، وواحده خست 35 كيلو وما تخنتش تاني. الكلام ده كان من سنين، مش عشان عندي اراده خارقه نهائي، ما عنديش اي اراده خارقه خالص، ولكن الفرق الوحيد ان انا غيرت علاقتي بالاكل. فهمت يعني ايه بجوع، يعني ايه بجوع امتى، يعني ايه بجوع ليه، يعني ايه بقرر ان انا اكلت وانا مش جعانه، او يعني ايه بعمل تشويس معين في الاكل لحاجه انا عارفه ان هي هتخني في وقت هي هتخني فيه، في وقت انا مش بتمرن فيه او ما بحبش اتمرن. كل الحاجات دي هنتكلم فيها لان هنفرمط ده. follow me.